للحفاظ على مساعدين السيارة يعني ضمان أدائهم لأطول فترة ممكنة. في شوية نصايح بسيطة لكن مهمة هتساعدك تحافظ عليهم وتجنب تلفهم بسرعة. جنب المطبات والطرق الوعرة. حاول دايما تتفادى المطبات الكبيرة والطرق الوعرة لأنها بتضغط جامد على المساعدين وبتقلل من عمرهم. لو ما قدرتش تتجنبها حاول تعدي بطء جدا عشان تقلل الضرر. الفحص الدوري للمساعدين. اعمل فحص دوري عند الميكانيكي عشان تتأكد إن المساعدين في حالة جيدة. لو لاحظت أي تسريب زيت أو صوت طقطقة غريب ده معناه إن في مشكلة ولازم تتصلح بسرعة. حافظ على ضغطة الإطارات. المنخفض أو العالي ممكن يؤثر على المساعدين بشكل مباشر. عشان دايما حافظ على ضغط الإطارات المثالي اللي موجود في كتيب السيارة عشان تقلل الضغط على المساعدين. حمولة السيارة. تجنب الحمل الزائد على السيارة لأن الوزن الزائد بيأثر على أداء المساعدين وبيخليهم يتلفوا بسرعة. التزم بالحد الأقصى للوزن اللي موصى بيه من المصنع. أفحص المساعدين بعد الرحلات الطويلة. بعد أي رحلة طويلة خاصة لو كنت ماشي على طرق مش ممهدة اعمل فحص سريع للمساعدين وتأكد إن مفيش أي تسريب أو تآكل. غير المساعدين في الوقت المناسب. المساعدين ليهم عمر افتراضي. لو حسيت إن العربية بقت تهتز كتير أو مش ثابتة على الطريق ممكن يكون الوقت جه لتغييرهم. إزاي تعرف إن المساعدين محتاجين تغيير؟ لو حسيت إن العربية تنط كتير على المطبات أو لما تدوس فرامل تحس إنها بتهز بشكل غير طبيعي. لو في تسريب زيت من المساعدين أو لو لاحظت ميل غير طبيعي للعربية عند الملفات. الخلاصة؟ لو حافظت على المساعدين بطريقة صحيحة هتضمن أداء مريح وثابت للعربية وهتجنب نفسك مصاريف إصلاحات غير ضرورية.